نحن اليوم نحكيه في أكثر المواضيع شد التوانسة، وأكثر المواضيع يحرق قلوب التوانسة، باعتبار وأنه عشنا بعد الثورة، بعد ما كل التوانسة فرحوا بثورتهم من أجل أنه يسعدوا في تونس الحرية، في تونس واحة اللي تضم كل أبنائها، تونس المتعددة والمتنوعة، تونس اللي معناها توفر لشبابها ولأطفالها والكهولها وشيوخها وعمالها وفلاحيها وحرفيها ساحة من الأمان وساحة من السعادة والرخاء. من بعد انتخابات 2011 فوجئنا بوضع غير هذا الوضع. تونس بعد انتخابات اكتوبر 2011 انحرفت في مسار غير مسار الثورة، غير مسار الديمقراطية، وغير مسار الحرية، وغير مسار الرخاء والسعادة. وكان المجلس الوطني التأسيسي هو المؤسسة اللي تم فيها الانحراف عن هذا، وكان ذلك بقيادة الترويكا وحركة النهضة أساسا. وفي هذا كان سجال وكان خلاف وكانت معارضة سياسية، وكنا نحن في الجبهة الشعبية احدى الاطراف المكونين للمعارضة السياسية، وكان الرفيق الشهيد شكري بالعيد احدى هذه المكونات البارزة للمعارضة السياسية، واحدى الخصوم الشرسين لحركة النهضة، ولذلك استهدف من رموز حركة النهضة بالدعاية والتشهير والتحريض. ونذكركم باللي يتحدثوا اليوم على انه كان جو من الوفاق، لم يكن جو من الوفاق قبل الاغتيال ولا بعد الاغتيال. نتذكروا 4 ديسمبر رابطة حماية الثورة اللي حكى عليها رجا غنوشي باعتبارها منتوج من منتوجات الثورة، هي اللي جهاز من الاتحاد العام الشغل. 7 ابريل وقت اللي المعطلين على العمل في اتحاد المعطلين على العمل قاموا بمظاهرة، كانت رابطة حماية الثورة اللي انشدها حركة النهضة هي اللي تعنف فيهم وهي تضربهم. 9 ابريل كان كذلك رابطة حماية الثورة اللي انشدها حركة النهضة في مواجهة واضحة بالضرب بالعصي بكل الادوات من اجل التضييق على هؤلاء. كانت الاجتماعات نتاع الحزب الجمهوري ونتاع كل المعارضين يتم محاصرتها من طرف رابطة حماية الثورة اللي انشدها حركة النهضة. نحن نذكر في هذا المجلس من كان يدافع عن اثار الشريعة، كان يدافع عنها لقيادات حركة النهضة. الجمعيات التكفيرية اللي كانت ممولة بالمال الخليجي اللي لا يؤمن لا بالديمقراطية ولا بحرية المرأة ولا بالدستور ولا بالمؤسسات، كانت معناها تحت غطاء حركة النهضة. اليوم اللي سمعت حاجتين، سمعت دفاع على استقلالية القضاء. نتذكروا معركتنا في استقلالية القضاء هنا في الدستور، من كان مع استقلال القضاء ومن كان ضده. كنا المعارضة الديمقراطية شرسين في هذا، وكانت النهضة ضد هذا، بمعنى اليوم ما يجيش علينا حتى حد. نحن مع استقلال القضاء وما جيناش هنا باش نأثروا على القضاء، جينا باش نستاهلوا السلطة التنفيذية، باعتبار أن وزير العدل هو رئيس النيابة العمومية وعنده إمكانيات متابعة في مجالات معينة. هذه القضية. بخلاف هذا لا نطلب هذا ولن نطلب قط التدخل في القضاء واستقلال القضاء. مرة أخرى سمعت برشا كلام اللي فيه معناها تبريد حركة النهضة من جو الاغتيالات السياسية والإرهاب السياسي. يا سيدي نقول لكم احنا وبوضوح تام، أنا أعتقد بشكل إيجابي وفي حزب الوطني الديمقراطي الموحد والجبهة الشعبية نلتقط بشكل إيجابي تعبيرات وما يقوله بعض النواب على أن الشهيد شكري بالعيد شهيد وأنه زميله وأنه يحبوه ونحبوا نطويه بصفحة حقيقية، نحبوا بالفعل
نكونوا في سجال ديمقراطي حقيقي على اساس الحجه والبرهان، وليس على اساس الاقصاء، وليس على اساس الاغتيال، وليس على اساسنا في الاخر. نحن نعتقد هذا بايجابيه، ونعتبر النهضه مكون من مكونات المشهد السياسي. نختلف معهم، نعتبرهم سلفيين رجعيين، نعتبرهم لا يعبرون عن الوجه التقدمي لهذه البلاد، ونساجلهم في هذا ونعارضهم في هذا، لكن لا نعاديهم الى مستوى انه نعمل على نفيهم، نعمل على تقليص من تاثيرهم، ونقولها بصراحه نريد ان نساجلهم فكريا وسياسيا وليس غير هذا. وعلى هذا الاساس ما قيل في قضيه الشهيد شكري بن عيد، وعندما نتحدث عن الكذب، التلاعب بقضيه الشهيد شكري بن عيد بدات بكذبه اولى عندما خرج السيد وزير الداخليه حينها، خرج وكان بعد ساعات يتم القبض على الذين قاموا بعمليه الاغتيال وهم موجودين الان في الشمال الغربي، في حين وان كان الموضوع غير هذا. نذكركم باللي وزير الشؤون الدينيه نور الدين الخاتمي في وزاره شؤون في حكومه الترويكا كان يدير بنفسه عمليات التكفير، كان يدير بنفسه علاقاته مع التكفيريين في المساجد، كان هو الذي يقوم بنفسه، وكان تحت غطاء حكم الترويكا. لا تتنازلوا من مسؤولياتكم، عليكم ان تواجهوا مسؤولياتكم. علاقتكم بالارهاب موجوده لانكم اعتبرتوا ان هؤلاء احتياط، لانكم لم تكونوا واثقين من الثوره، لانكم لم تؤمنوا قبل بالثوره ولا في شعب تونس، كنتم تؤمنوا بالانقلابات، كنتم تؤمنوا بالتآمرات، ولم تؤمنوا قط بالانقلاب الثوري. وذاك علاش نحن في حزب الوطني الديمقراطي الموحد كان علاقتنا بالجميع علاقه سلميه مدنيه، وفي الجبهه الشعبيه علاقه سلميه مدنيه بالجميع، وستظل كذلك علاقه سلميه بالجميع. لماذا قمنا بهذا؟ قمنا بهذا لاننا مؤمنون بان ليس هناك مكان للعنف وليس مكان للتغيير الا عن طريق النضال السلمي الجماهيري. وقد قال الرفيق الشهيد شكري بن عيد: اياكم والانجرار الى مربع العنف. العنف ما يخدم كان الثوره المضاده، العنف ما يخدم كان الرجعيه وحركه النهضه. نضالنا سلمي جماهيري واسع، هذاك سلاح الشعب تونس العظيم اللي اسقط الدكتاتور، وسيظل ذاك سلاحنا، سيظل ذلك سلاحنا نقارعكم من اجل الانحياز. لانه شكري بن عيد عندما كان خصما لحكم الترويكا كان خصما ليس على اساس مرجعيه ايديولوجيه، وانما كان على اساس اهداف الثوره، على اساس الانحياز للشعب والمجتمع، على اساس الانحياز للسياده الوطنيه، على اساس الانحياز للفقراء للكادحين اللي مازالوا تو يعانيوا، واللي تو مازلنا نعانيوا من حكم الترويكا. ولذلك انا نقول هذه الجلسه العامه لا تحاكم بوصفها جلسه عامه ما يلزمهاش تكون. هذه الجلسه العامه مسألة الى وزير الداخليه ووزير العدل فيما يتعلق بمسار القضيه، لكن لاحظت ان اكثر من 3 ساعات اخذتها حركه النهضه من اجل التشكيك في هذه الجلسه العامه، من اجل تبرئه قاضي التحقيق، وكذلك من اجل ابراز وانها خارج اي شبهه. نحن قلنا وان مسؤوليتكم سياسيه واخلاقيه واكتفينا بهذا، لكن نحن عندنا قناعه داخليه فينا ان قرار كهذا يؤخذ في دوائر ضيقه وضيقه جدا، لا يؤخذ في مؤسسات مفتوحه، يؤخذ في دوائر ضيقه وضيقه جدا. ولذلك شكوكنا ترتقي الى مستوى اليقين ان هذا القرار اخذ في دوائر ضيقه تتعلق بتصفيه اكبر خصوم الترويكا واكثر
وسيظل شكري بالعيد باعتباره رمزا للثورة ورمزا للشهداء ورمزا للنضال هذا واحدا. وستبقى عارقة أن في يوم ما حكومة أجد